مشاهدينا ومشاهدي الفضاء المصري في كل مكان، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات برنامجنا اتفرج يا سلام. اتفرج يا سلام بنحتفل بيه النهارده في احتفالات اكتوبر المجيده، وكمان عشان بنتكلم عن حرب اكتوبر حبينا يكون معانا فرقه من فرق سينا. هنقدم مجموعه النهارده متميزه من الاغاني اللي بتعبر عن الجزء العزيز على قلوبنا كلنا، جزء سينا الحبيب. كمان هنتكلم عن فنون شعبيه وتراثيه جميله في برنامجنا، برنامج الفن الشعبي والتراثي المصري الاول في مصر. خليكم معانا وحلقه جديده نتفرج. إبداع الإنسان المصري ملوش حدود، أي مكان بيكون فيه لازم يكون مبدع في أي مجال. كمان ما بيوقفناش أي حاجة حتى لو كانت الحروب، وده اللي حصل مع أهل سينا وخصوصا العرايشية اللي ما وقفتهمش أبدا الحروب، بالعكس كانت مصدر من مصادر الإبداع بالنسبة لهم. هم قدموا مجموعة متميزة من الفنون التراثية والشعبية الجميلة اللي بتميزهم في أي مكان بيكونوا موجودين فيه، مش داخل مصر لكن كمان خارج مصر. النهارده اخترنا يكون معانا فرقة الجركن بيقدموا لنا مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الجميلة، كمان بيجددوا بشكل مختلف بشكل كبير جدا. من أرض الفيروز سينا الحبيبة هنستمتع بمجموعة متميزة من الأغنيات الشعبية والتراثية الجميلة. خليكم معانا. سينا بلدنا الطيبة أم الحنان دافي، بلدي الحبيبة الطيبة أم الحنان دافي، العين تقول مركبة والرمش متدافي، يا متعوافي يا متعوافي عاللي حبها بلدي أنا سينا يا ناس بلدي مصري يا ناس وطني وبلدي مصري يا ناس بلدي. بلدي الحبيبة الطيبة أم الحنان دافي، العين تقول مركبة والرمش متدافي، يا متعوافي يا متعوافي عاللي حبها بلدي أنا سينا يا ناس بلدي مصري يا ناس بلدي وبلدي مصري يا ناس بلدي. دايما الابداع بيكون مرتبط بالبيئه اللي بيظهر فيها، وده اللي حصل بشكل كبير جدا في سينا، وزي ما شايفين العرايشيه بيقدموه، وهي قصص الحب الموجوده في الصحراء. في قصص حب كتير في الصحراء، منها قيس وليلى دي اللي سمعنا عنها، او دي اكتر القصص المشهوره جدا، لكن في قصص كتير جدا، في قصص اللي الحبيب فيها بيدور على حبيبته او بيبقى عايز يوصلها او عايز يكون في بينه وبينها وصال، وده اللي هنستمتع بيه دلوقتي مع فرقه الجركن. تعالوا نستمتع بيه ونرجع نكمل معاكم بقيه حلقات. حبابينا يا حبابينا أهلا بكم في ديار
فرقة الجركن أعضائها تقريبا شبه رحل، حافظوا على التراث السيناوي الجميل لكن جددوه بشكل مختلف بشكل كبير جدا. الناس في بداية الأمر قالوا عليهم إن هم بيقلدوا التراث السيناوي فقط، هم لما سمعوا كده بينوا وجهة نظرهم إن هم بيحافظوا على التراث لكن بتجديد بسيط. من حين لآخر بيكون في تغيير كمان إن هم بيستخدموا موسيقى سمسمية مع المزمار ومع الآلات الجميلة اللي بتؤدي للمعنى المطلوب منهم. حين هم بيتبعوا طائفة صوفية من قبيلة السواركة الموجودة والقريبة من منطقة أبو حسين. تعالوا نستمتع بجزء من الجركن ونرجع نكمل حلقتنا. الشعبي والتراثي لازم يعبر بشكل كبير عن المكان اللي يطلع منه، يعبر عن احزان الناس وافراح الناس، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، بيخافوا كمان من ايه. وده فعلا اللي حصل في التراث المصري السيناوي الاصيل، وده اللي حاولوا بشكل كبير جدا فرقه الجركن ان هي تحافظ عليه، حاولت تحافظ على الموروث الشعبي الاصيل وتجدد برضو فيه عشان يكون ليها بصمه. لكن لازم يكون التجديد ما بيلغيش القديم، لان القديم ده تراث ما ينفعش نغيره. ممكن نغير في الآلات المستخدمة، ممكن نغير في الإيقاعات، ممكن نغير في بعض الكلمات الجديدة اللي هنضيف بيها، لكن أبدا مش هنلغي القديم نهائي. تعالوا نكمل مع بعض وفرقة الجركن.
الزار هو ممارسة شعبية اعتقادية للتقرب من كائنات الفوق طبيعية. أول ما اتوجد في الحبشة، بعد كده انتقل للسودان، ومن السودان دخل مصر عن طريق الرحلات التجارية. انتشر بشكل كبير في محافظات مصر، سواء محافظات الوجه الإبلي أو محافظات الوجه البحري، وصل لحد القاهرة والإسكندرية كمان. انتشاره في كل محافظات مصر خلاه كمان ينتشر بين كل طبقات الشعب المصري، مش بس الناس اللي ممكن يكونوا بيعتقدوا في النوع ده من أنواع الطقوس الشعبية، لكن كمان للناس اللي في الطبقات الراقية. انتشر بعد كده في دول الخليج، لكن في مصر كان ليه شكل مميز جدا، وكمان كان ليه انواع مميزه جدا. خليكم معانا، هنتكلم النهارده عن الزار. نقدر نقول عن الزار ان هو طقس احتفالي للنساء فقط، كان هو وسيله من وسيله ترويح عن النفس بالنسبه لهم في القرن ال19 وفي اوائل القرن ال20، يمكن لحد منتصف القرن ال20. كان مقتصر فقط على النساء، كانوا بيعملوا حلقات من حلقات الذكر يبداوا فيها ان هم يسمعوا الموسيقى اللي بتتعزف للزار، وكمان بيقوموا بحركات راقصه في بعض الاحيان. لكن المفروض ان الحلقات دي ما كانش بيكون فيها اي رجل في بعض الاحيان، وده كان في اواخر النصف الاول من القرن ال20 بدات الحلقات دي تضم رجل او اثنين في بعض الاحيان ان هم يعزفوا على الدفوف او لمساعده البنات او السيدات اللي هيقوموا بعمل حلقات الزار دي. الحقيقه ان هو انتشر بشكل كبير جدا بين النساء، وكانوا بيتخذوه كوسيله من الترويح عن النفس. لكن بعد كده بداوا ان هم يستخدموه في اغراض اخرى، بداوا يستخدموه كعلاج نفسي في بعض الامراض النفسيه، بعلاج بالايحاء، مش علاج بالمعنى المفروض، لكن علاج بالايحاء ممكن يخرج اللي بيشعر بحاله نفسيه سيئه، يخرجه من الجو اللي هو عايش. تعالوا نكمل مع بعض والزار.
اسياد الزار اللي معانا النهارده قدموا لنا مجموعه متنوعه ومختلفه من اغنيات وحركات الزار الشهيره جدا واللي بنشوفها كمان في الافلام والمسلسلات القديمه جدا. الفرقه دي متميزه بانها فيها نخبه من اواخر عازفي الزار سواء المصري او السوداني في مصر، ودايما بيعزفوا على آلات شهيره جدا زي آلة الطنبوره وآلة المنجول وآلة المراكش وكمان المزهر او الدف. تعالوا نستمتع بجزء من حفله اسياد الزار. الزار ليه 3 انواع، منهم النوع السوداني واللي جاي من اصل حبشي وده اللي اتكلمنا عليه في البدايه. النوع الثاني هو النوع المصري وبيعتمد فقط على النساء، ودلوقتي في اندثار شديد جدا للنوع ده. اما النوع الثالث وده منتشر في مصر ومنتشر كمان في الدول العربيه ويمكن كان ليهم السبق، فرقه دراويش ابو الغيط اللي كانت معانا في حلقه من الحلقات السابقه دي متميزه بنوع مختلف من انواع الزار. الزار اللي هم بيقدموه بيكون على طريقه الصوفيه الى حد ما، هو ده اللي ميزهم عن كتير من الفرق. لكن فرقه اسياد الزار بتقدمه على طريقه السودانيه اللي اصلها اصلا من الحبشه. بنستخدم اللغه المنتشره جدا في اغاني الزار وفي حلقات الزار دايما بتكون اللغه الامهريه، واللغه الامهريه دي اللي منتشره بشكل كبير جدا طبعا في اثيوبيا وانتقلت بعد كده لكل الاماكن اللي بيتعمل فيها حلقات الزار دي، لان هي دي اللغه الرسميه ليهم. اللغه الامهريه هي اللغه الثانيه بعد اللغه العربيه من اللغات الساميه. تعالوا نكمل مع بعض وجزء جديد من الزار.
الهزار مش وسيلة من إخراج الجن والعفاريت، الشر بره وبعيد يبعدوا عننا أكيد، لكن هو وسيلة للترفيه وفن من الفنون الشعبية والتراثية الموجودة، زي ما انتشر في كل الدول اللي انتشر فيها وبقى تراث شعبي. غير الطقس اللي بيؤدى كمان في مصر انتشر بشكل كبير جدا وبقى فن من الفنون الشعبية والتراثية الموجودة عندنا، اللي لازم بجد نحافظ عليها ونمنعها من انها تندثر، ان يكون في اجيال واجيال من اللي بيقدموا هذا الفن الشعبي الجميل ويحافظوا على التراث الموجود عندنا في مصر ويتقدم بعد كده على طول. مشاهدينا كده خلصنا معاكم الفنون الشعبيه والتراثيه اللي قدمناها لكم النهارده، يا رب اللي قدمناه النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم. استناكم الاسبوع اللي جاي، لكن قبل ما اسيبكم بفكركم ان استنى تعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. اسيبكم على خير واشوفكم الاسبوع اللي جاي، والفرج يا سلام.